ليلى عبد اللطيف توقعت مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري، ولكن التوقعات المرة دي مختلفة تماما للأهلي والزمالك، حاجة غير متوقعة بالمرة. وشايفة إن المرة دي هتنتهي بنتيجة تاريخية، ولكن عكس المتوقع بالمرة. إيه هي توقعات ليلى عبد اللطيف لمباراة السوبر المصري وإزاي هتخلص بنتيجة تاريخية؟ تعالوا نشوف مع بعض إيه اللي ممكن تقولوا ليلى عبد اللطيف. يمكن ليلى صدقت في بعض الأزمات، بس مهما نقول صدق المنجمون ولو كذبوا. ولكن توقعاتها إنها خسرت الرهان لما قالت إن الأهلي اللي هيكسب في السوبر الإفريقي، بس المرة دي وجهت إنذار أخير للأحمر. إيه اللي تنبأت بيه في مباراة السوبر ده هنعرفه دلوقتي بعد ما نعطر فمنا بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. توقعات ليلى عبد اللطيف دائما بتظهر بشكل سليم بس على المستوى السياسي، وده حصل في قضية شخصية لبنانية كبيرة إنها هترحل عن عالمنا، وطبعا بعض التوقعات من هذا الشكل. لكن توقعاتها بقى في الكورة واللي قربت من الجماهير قوي، وقالت ان الفوز هيكون اكيد للنادي الاهلي في السوبر الافريقي، وان الاهلي هيكتسح بطريقة غير متوقعة وهيكرر نتيجة 6-1. لكن المرة دي بتقول ان المباراة هتنتهي بشكل مختلف بعد ما الزمالك هو اللي كسب خلاص في مباراة السوبر الافريقي ما بين الاهلي والزمالك. رجعت تاني بتأكد على ان المباراة المرة دي مش هتوصل لركلات ترجيح لو الزمالك والاهلي اتقابلوا في المباراة الأخيرة. وقالت ليلى عبد اللطيف ان المرة دي الزمالك هيقرر الفوز في البداية، هيفوز على بيراميدز بنتيجة كبيرة جدا جدا، وبعد كده هيقابل فعلا النادي الاهلي في النهاية، وفعلا هو اللي هيفوز بالسوبر المصري بعد ما فاز بالسوبر الافريقي. وقالت ان المباراة هتنتهي داخل الملعب ومش هتوصل ابدا لركلات ترجيح، وان الاهلي هيكون شكله غريب جدا في الملعب، وهيكون على عكس المتوقع. ان ناس كتير بتقول ان الاهلي ما بيخسرش مباريتين ورا بعض، ولكن الموضوع ده هيأثر جدا في مجلس إدارة النادي الأهلي، لدرجة إن هتبقى في إقالة فورية للمدير الفني الخاص بالنادي الأهلي بعد خسارته من نادي الزمالك للمرة التانية على التوالي في بطولتين مختلفتين، السوبر الإفريقي وبعديه السوبر المصري. وإن نادي الزمالك داخل على حقبة تاريخية في الإنجازات الكروية، وإنه داخل على فوز متكرر في كل البطولات اللي هيدخل فيها خلال الفترة اللي جاية، وهيبدأ عصر اسمه نادي الزمالك، وإن الأهلي هيكون فيه شوية لخبطة كتيرة قوي قوي، وده واضح من بعد مباراة السوبر الإفريقي. دي كانت توقعات ليلى عبد اللطيف اللي لحد دلوقتي برضو بنقول كذب المنجمون ولو صدقوا ولو صدفوا كمان، يعني لو جت صدفة فهم كذابين. فالله أعلم إذا كان توقعاتها ديت إيه اللي هيرسى على المباراة. قولوا لنا انتوا يا ترى أساسا المواجهة هتكون ما بين الأهلي والزمالك في النهاية؟ ولو حصلت ما بين الأهلي والزمالك مين هو بطل السوبر المصري؟ هنستنى رأيكم.